علاش بزاف ديال الضربة في الصين ولا كيديروا ليفغيزون ولا كيبيعوا في الزنقة؟ حيت بزاف منهم عندهم نفس المشكل، كيسالي قرايه وكيبقاو بلا خدمه. ولا كنت شاف في الانترنت بزاف قصص ديال الناس اللي عنده ماستر كيديروا ليفغيزون ولا دكاتره كيبيعوا في السوق. كاين اللي كيقولوا هذا الشيء كيبين باللي الدبلوم مابقاش كينفع حيت هاد المهن ما كيطلبوش قرا في الجامعه. وكاين اللي كيقولوا العكس، بلي القرايه مش غير باش تلقى خدمه لكن باش توسع العقل وتعلم، وحتى الا كان بسيطه كتبقى تستاهل احترام. ودابا علاش وقع هذا الشيء؟ سبب بسيط، كاينين بزاف ديال الناس اللي عنده دبلومات وما كاينش خدمات كافيه. كل عام كيتخرجوا مليون طلبه ولكن اختصاص ولا ضعيف وخدمه زوينه قليله. كاين سبب اخر غامض، التعليم ما تبعش السوق. دابا المجتمع محتاج ناس اللي عنده كفاءه في التكنولوجيا وبابتكار بحال ذكاء الاصطناعي تقمص جديده. ولكن بزاف ديال الطلبه باقيين كيقراو تخصصات اللي السوق ما محتاجينش بزاف. وزيد عليها الذكاء الاصطناعي بدا كيعاود بزاف ديال المهن قديمه. نزيد على هذا الشيء بزاف ديال الشباب عندهم طموحات كبار بزاف، بغاو مباشره بعد الجامعه خدموا في خدمه مزيانه خفيفه وخصوصا مزيان. ولكن في الحقيقه هاد الخدمات قليله، باغي الناس اللي عنده واحد التجربه. كاين اللي كيمشي خدام في حير ساهلين اللي كيعطيو فلوس دغيا بحال ليفريزون ولا بيع في الزنقه. واحد الخدمه صعيبه فيها حريه وامان وكرامه. ما تحسوا الحمايه الاجتماعيه في الصين منين تولي حاجه اساسيه متوفره ما تبقاش خدم مع باش تاكل. عقليه كتبدل من تقلب على خدمه ملموقه انا تقلب على الخدمه اللي كيعجبك وتريحك. وفي المستقبل غادي يبانوا بزاف مهن جديده بحال اللي عندها علاقه بالسوشيال ميديا ولا العاب الكترونيه اللي من قبل كانوا كيتعتبروا ماشي جدين. ودابا شنو رايك؟ واش ديبلوم ما بقاش عنده قيمه ولا خاصنا نعاودوا حتى شنو هي ناجح؟